عماله كعرت في التلاجة، ما لقيتش غير الحلو ده، كيس عجينه طعميه كان مركون في الفريزر بقاله قرن. قلت لا اسكت ازاي، انا هاخده وهفتحه، هنزله دلوقتي في الكبه. ايوه كده، واحده واحده. ب5 جنيه كنت جايباه والله ورمياه في الفريزر. هحط دلوقتي عليه بصلايه كبيره، كوبايه رز مطحون، وهوريك انا طحنته ازاي. معلقه خضره مجففه او اي خضره عندك اشتغلي بيها، معلقه من مكعب الماجي، وهحط توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، فلفل اسود. هحط دلوقتي الملح، وهحط معلقه من البيكنج باودر. هنقلب كل ده كويس، وهنديله ضربتين 3 كده لحد ما يبقى ايه، عجينه عجينه عجينه. بصي بقى الجمال، اختراعات اخر الشهر. هحط كده ربع كوبايه من الميه، وما تزوديش ميه، ربع كوبايه من صغيره مش كبيره. وهنضربه كويس قوي لحد ما يبقى كده هوت معانا ايه، بقت شبيهه لعجينه الكفته. هي مش بقت شبيهه لعجينه الكفته، هي بقت كفته. تمام كده. هناخدها دلوقتي وهنحطها في الطبق بتاعنا. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه عشان محدش يقول لي ايه انتي بتقولي بسرعه وما بنفهمش منك حاجه. هنزله دلوقتي في الطبق. هحط عليه معلقه كبيره من الدقيق، وهعجنه كويس كده بايدي لحد ما الم العجينه. المفروض ان انا احطها في التلاجة ساعه تهدى عشان تتماسك، لكن انا الولاد مش صابرين ومش هستنى. هنصبحها بقى كده مع بعض زي طريقه الكفته بالظبط. اتعاملي معاها ان هي كفته، وفعلا والله العظيم هتشوفي في اخر الفيديو الصدمه اللي انا اتصدمتها. هصبحها كده كلها مع بعضينا، وتقدري كمان تعمليها زي الكوبيبه، تقدري تبططيها زي الطعميه، بس الطريقه المعتاده يعني للكفته الصوابع. بتعمل كميه كبيره، بتعمل كميه حلوه قوي. وانا للعلم انا خدت منها طبق حمرته قبل ما اصور لكم الجزء ده، علشان اشوفه اذا كان هيفك، مش هيقرمش، هيحتاج مني حاجه احطها، واقول المقادير معاكم عشان ما تنسوش او تتلخبطوا فيها. هتقولي لي دلوقتي ازاي طحنتي الرز؟ هقولك في اي مطحنه عندك او اي خلاط، حط الرز بتاعك وطحنيه بس كده زي ما انت شايفه. نرجع تاني بقى للمرحله بتاعه التحمير. هنحمرها كده في زيت سخن، بس ما تعليش النار قوي علشان خاطر بتتحمر بسرعه. تعاملي معاها زي الكفته، وطعمها حكايه والله العظيم، والله العظيم طعمها حلو قوي قوي. لو جربتيها مش هتبطلي ان انت تعمليها. هنحمرهم كده كويس قوي، وانا بحمر معاكم كل حاجه اهي قدامكم، يعني على عينك يا تاجر، عشان ما يجيش حد يقول لي لا ده انت غيرتي الطبق، انت عملتي العجينه وحطيتي طبق غير الطبق، لا مش عارف ايه الكلام اللي انا بسمعه يعني في التعليقات. صلوا على النبي كده، ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه حلوه منكم للصفحه عشان يوصل لكم مني اي حاجه بنزلها. احنا بنعمل حاجات سهله كده وبسيطه مع بعض ومش مكلفه. نظفت المطبخ بتاعي والبوتاجاز بقى، وتعالوا بقى بصوا الجمال والحلاوه. ايه الطعامه دي، هسمعكم بقى. مرضتش اسجل لكم حاجه في المقطع اللي فات ده عشان تسمعوا الصوت براحتكم. صوت القرمشه واضح، وطعمها حكايه، مش معجنه ولا اي حاجه. طلع معانا كفته كفته، ومحدش هيقدر يقولك ان دي مش كفته خالص. تعالوا شوفوا الولاد كان رايهم ايه. والله مش مصدق، مش مصدق ان دي طعميه، مش مصدقين ان دي طعميه. انقضوا عليها.